ده لو ما كانوش مسكوني قبلها وعرفوا ان انا اللي وصلت الرسالة. سينو كان لسه بيقول ان الجندي وصف لهم شكلي ورسموا صورة ليا وبيدوروا عليا دلوقتي. لا، من الناحية دي أنا بأكد لك إنهم مستحيل يلاقوك، مستحيل. هو ده الشخص اللي بندور عليه، اقبضوا عليه. مستحيل يلاقوني؟ الله يخرب بيتك يا سينو، وديتني في داهية. دي آخرة اللي يمشي ورا سينو وكلامه. احنا السبب في كل اللي حصل ده يا سينو. الأستاذ عصام ما كانش موافق. يا يحيى الفكرة دي كانت فعلا مبهرة، لكن اللي حصل ده مش ذنبنا. وانا رغم ان صديقك عصام ده بيضايقني طول الوقت، الا اني مستحيل اسيبه في ايد جنود الملك. هنعمل ايه؟ بص، انا هعرف اطلعه منها، بس تخرجوا وتقولوا كلمة السر وترجعوا فورا. يا سينو انا لسه في حاجات كتير عاوز اعرفها في الزمن ده، ولو رجعت يبقى كده خلاص. بص انا عندي فكرة. مش انت قدرت تعرف مكان المتمردين اللي خاطفين فيه صديق ابن الملك؟ ايوه، ناحية الحدود الجنوبية. خلاص انا هتصرف، هخلي الملك يقوم بحملة عسكرية على الحدود الجنوبية. بس ركز معايا، لان لو الخطة دي فشلت هحصل الاستاذ عصام ومستحيل نعرف نرجع زماننا تاني ابدا.